بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السادة المتابعين، أهلا وسهلا بالجميع. من أول صافرة بداية إلى آخر صافرة نهاية، رحلة المنتخب الجزائري في تصفيات كأس العالم لم تكن أبدا مجرد مباريات كرة قدم، بل كانت فصولا مليئة بالأفراح والدموع، بالأمال والانكسارات. تاريخ طويل صنعته أقدام نجوم خلدتهم الذاكرة، وأحداث لا تنسى، من فرحة التأهل إلى صدمة الإقصاء. في هذه السلسلة الخاصة على قناة أخبار الرياضة سبورتس نيوز، سنعود بالزمن إلى الوراء لنروي لكم القصة من بدايتها بكل تفاصيلها: الملاعب، التواريخ، التشكيلات، المدربين، الإقالات والاستقالات، القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، الاعتداءات وغيرها، وحتى الانسحابات التي غيرت مجرى التاريخ. أربطوا الأحزمة جيدا، لأننا سنخوض معا في رحلة لا تنسى عبر تاريخ محاربي الصحراء في الطريق إلى المونديال. كنا في الحلقة الماضية، وهي الحلقة الأولى والتي تناولنا فيها تصفية 1970، قد ذكرنا خروج المنتخب الجزائري بعد الإقصاء أمام تونس والخسارة في ملعب 2022، ثم التعادل سلبا في ملعب المنزا. في هذه الحلقة سنتناول مشوار المنتخب الجزائري في تصفيات مونديال 1974، والذي لعب بألمانيا الغربية. لماذا ألمانيا الغربية وليست ألمانيا فقط؟ لأن ألمانيا في تلك الحقبة كانت مقسمة إلى شطرين: الشطر الغربي وما يعرف بالشطر الرأسمالي، والشطر الشرقي وما يعرف بالشطر الاشتراكي آنذاك، وهو تبعات الحرب الباردة آنذاك. على كل حال، نعود إلى الموضوع. الجزائر بدأت تصفيات هذه الدورة من الدور الأول، وأوقعتها القرعة أمام منتخب غينيا القوي آنذاك، غينيا كوناكري. مباراة الذهاب التي لعبت في الجزائر يوم 1 فبراير 1972 جرت بملعب 20 أوت دائما، وأمام 20 ألف متفرج. المنتخب الجزائري سجل بالمناسبة أول فوز له في تاريخ تصفيات كأس العالم بهدف مقابل 0. سجله مهاجم شباب الوزداد آنذاك مختار كالام في الدقيقة 60 من المباراة التي قادها السيد هيلي من فرنسا. والمنتخب الجزائري دخل بكل من طاهر في حراسة المرمى، صالحي، بركات، مداني، الطاهر وزنير، إضافة إلى جبار، دحلب، بن يحيى، صالحي، عبد الحميد، كالام وقموح، والتشكيلة بقيادة المدرب رشيد مخلوفي. وهو كما قلنا التسجيل أول انتصار في تاريخ الجزائر في تصفيات كأس العالم. مباراة العودة لعبت في العاصمة الغينية كوناكري، وبالضبط يوم 12 مارس 1972، واحتضنها الملعب الأولمبي، والذي كان مكتظا ب50 ألف متفرج جاءوا لمساندة رفقاء سليمان شريف، أشهر لاعبين الغينيين آنذاك. المنتخب الجزائري دخل بنفس التشكيلات تقريبا، يعني لم تعرف تغييرات كثيرة، وكانت مكونة كما قلنا من طاهر في الحراسة الذي عوض فيما بعد بصالحي، صالحي، زنير، طاهر، بركات، صالحي، عبد الحميد، بن يحيى، جبار، وعوض ببانوس، دحلب، سلامي وقموح، ودائما تحت قيادة رشيد مخلوفي. لكن حدث في هذه المباراة ما لم يكن في الحسبان، وهو تلقي رفاق مصطفى دحلب هزيمة نكراء وثقيلة في تلك المباراة، قوامها 5 أهداف مقابل هدف واحد. الخماسية الغينية تداول على تسجيلها كل من سليمان شريف، وأيضا كماكسيم كامارا الذي سجل ثنائية، وبوتي سوري الذي سجل أيضا ثنائية. في المقابل، هدف الجزائر الوحيد سجله قموح في الدقيقة 68.
إقصاء مر، ودائما إقصاء مرة ثانية في الدور الأول من تصفيات كأس العالم لهذا الجيل، جيل بداية السبعينات، والذي صراحة على حسب الأرقام التي تناولناها وشاهدناها يعني والتي قرأنا عنها، بما أننا لم نكن قد ولدنا حتى بعد في تلك الفترة، فإنه سجل نتائج سلبية سواء على مستوى المنتخب أو على مستوى الأندية. المنتخب لم يشارك لا في نهائيات كأس العالم ولا في نهائيات كأس إفريقيا ولا في الألعاب الأولمبية، كل نتائجه كانت سلبية. الأندية اكتفت بمشاركات رمزية في كأس المغاربية التي لا تسمن ولا تغني من جوع أمام أندية تونسية ومغربية وليبيا. أما المنتخب فأقصي كما قلنا مرة أخرى في الدور الأول، لكن الحكاية لم تنتهي هنا. كانت هذه يعني حلقة فقط من الحلقات الكثيرة من سلسلة تاريخ المنتخب الجزائري في تصفيات كأس العالم. القصة ما زالت مستمرة. في الحلقة القادمة سنأخذكم إلى مرحلة جديدة مليئة بالأحداث الحاسمة، حلقة متغيرة عن الحلقتين الماضيتين. هل سيتمكن المنتخب الجزائري من تجاوز الدور الأول، والمنتخب الجزائري مرة أخرى في مواجهة المنتخب التونسي في ديربي عربي مغاربي؟ ولكي لا تفوتوا كل هذه الأحداث كونوا معنا، اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس، لأن الحكاية لم تصل إلى نهايتها بعد، وما هو قادم أقوى وفيه الحلو وفيه المر. تابعونا، شكرا لكم على المتابعة، دمتم أوفياء لقناتنا، قناة أخبار الرياضة سبورتس نيوز، التي تعنى بالشأن الرياضي الجزائري، سواء كانت رياضات جماعية أو رياضات فردية، الأحداث داخل الوطن على المستوى الإقليمي القاري والدولي، إضافة إلى أبرز القضايا والمباريات الدولية. شكرا لكم على المتابعة مرة أخرى، لا تنسوا مواعيدنا القادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.